السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة برضو هنتكلم عن تربية الأغنام والأكل بتاع الأغنام أو تغذية الأغنام، وإزاي نقدر نوفر في مصادر الغذاء أو مصادر العلف، يعني أو مصروفات العلف بمعنى صح، أو مصروفات التغذية. طبعا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن الاعتماد على آه، أعلاف خضراء بأسعار رخيصة أو بأسعار ببلاش، زي علف الفيل اللي اتكلمنا عنه، أو حشيشة الفيل اللي اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، وقلنا ازاي أكل ببلاش للأغنام. النهاردة طبعا هنتكلم برضو عن أكل برضو ببلاش للأغنام. ببلاش يعني ما بتدفعش فيه ولا جنيه، بيطلع على جسور الأرض الزراعية، اللي هو الحشائش اللي انت شايفها قدامك دي. لو شفت بطول الجسر هتلاقي حشائش ونجيل بتطلع من نفسها كده يعني. وطبعا مفروض اصلا اللي انت تتخلص منها، سواء بتحشها او برش بمبيدات حشائش عشان تتخلص منها، ويبقى المجرى الري او الجسور بتاعت الارض نظيفة، ما تأثرش على المزروع في الارض. فطبعا طالما في عندك اغنام او كده، فانت بتحشها للاغنام وبتأكلها لهم اكل ببلاش بنسبة 100% للاغنام. توفر في الاكل اللي انت بتأكله لهم بقى بفلوس، سواء بتشتري برسيم او بتجيب عندك برسيم بتوفر في البرسيم، او بتأكل علف بيبقى زي مادة ملقى مع الاعلاف، تشبع وتملي الكرش بتاع الحيوان، ولكن ببلاش، ما بتدفعش فيها فلوس. طبعا هي ببلاش، يعني مش زي الأدبان مثلا تبقى مادة مالقة بس بفلوس، بس قيمتها رخيصة. لا، دي ببلاش تماما، وبتقبل عليها الأغنام وبتحبها، يعني مستساغة للأغنام كعلفة خضراء أو مادة خضراء. بيقبلوا عليها وبياكلوها بشراهة، يعني رغم اللي ممكن تكون قيمتها الغذائية قليلة من نسبة ناحية البروتين، ولكن قيمتها فيها أملاح معدنية، فيها معادن وحاجات من دي، من مستمدها طبعا من التربة. وطبعا الميزة اللي فيها كمان عن الأدبان، الأدبان لازم تقدم معاها علف علشان أو معظم الأدبان، يعني الأغنام ما بتاكلهاش لوحدها، لازم بعلف، أو حتى لو ردة بس، عشان أو النخالة، يعني مش الردة اللي هي النخالة، علشان الأغنام تاكلها. لا، دي لو قدمتها للأغنام بدون أي علف، الأغنام بتاكلها كمادة ملقى، وبرضو فيها المعادن والفيتامينات، برضو يعني فيها فيتامينات ومعادن. طبعا هنحش منها شوية ونقدمها للغنم، وتشوفوا برضو إقبال الأغنام عليها بنفسكم. انتظرونا وهنخلص ونوريكم وأنا بقدمها للأغنام. سلام مؤقتا. وده طبعا إقبال الغنم على الحشائش، سواء أغنام أو ماعز. الإقبال عليها، الحشائش اللي احنا حشيناها اهي، وده إقبال الغنم عليها زي ما انتوا شايفين. معلش بقى لو الإضاءة مش هنا، الإضاءة أحسن. دي كلها عبارة عن حشائش من على كسور الأرض الزراعية، بتترمى بتترمى، يعني ملهاش أي 30 فايدة. وزي ما قلت لكم بيبقى فيه مبيدات وعمالة للتخلص منها يعني، والأغنام بتتغذى عليها. وطبعا ده النظام اللي بيتبعه الغنامين او الرعاة، اللي هم بيأكلوا من بيعتمدوا على المرعى. ولكن طبعا عشان الارض فيها محاصيل، فما نقدرش ننزل بالغنم فيها. هينزلوا على برسيم، او هينزلوا على في غلة في قمح، يعني بصل كده، فما نقدرش ننزل في الارض حاليا. آه، ده اقبال الغنم على على الحشائش والنجيلة والحاجات دي، بدون اي اعلاف، بدون اي اضافة اي ذرة اعلاف، اي حاجة، ولا ردة ولا اي حاجة. مادة ملقى ببلاش. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو،
اتمنى ان احنا نحاول نقلل من النفقات. وده سايب الاكل وجاي لي. تعال نقلل من نفقات، التغذية، بحيث ما نصرفش كتير. طول ما انت بتوفر في مصروفاتك فانت بتحقق ارباح اعلى. نحاول طبعا نشوف بدايل لارتفاع الاسعار. طبعا ما تعتمدش على الحشائش بس، يعني انا بقول لك دي مصدر للتوفير. يعني ممكن اكل حاجة بفلوس، وجبة بفلوس، وممكن اكل وجبة ببلاش يعني، او وجبتين بفلوس برضو وادخل معاهم وجبة ببلاش زي مادة مالئة. لان اهم حاجة للحيوانات او الاغنام تكون شبعانة يعني. في نهاية الفيديو بطلب منكم اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، وعمل شير للفيديو عشان الفيديو يوصل لناس تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.